فقالوا شوفوا قله الادب، راكب وسايب ابوه. تمام؟ قام الولد نزل وابوه اللي ركب اللي هو جحا. فلما ركب قال شوف ما فيش رحمه في قلبه، راكب وسايب ابنه. ولن تستطيع ان ترضي احدا من الخلق، فرض الله وكفى سبحانه وتعالى. المهم فقالت لها بس انت هاجر انت ناسيه ان انا اصلا من اسره غنيه ومستوايا بقى والبرستيج، ولو لبست الحجاب ده تبقى مشكله عندي في العيله. قالت لها خدي بالك يا حبيبتي، انت في النهايه امه لله سبحانه وتعالى. لو لبست الحجاب ورضيت ربنا سبحانه وتعالى وصليتي واتقيتي ربنا، ربنا هيكرمك وهتنسي كل المشاكل دي كلها مع اول غمسه في الجنه. ولو فضلت البرستيج والمظهر والصوره والشكل والكلام ده كله، ممكن عياذا بالله تعذبي وتنسي كل النعيم ده مع اول غمسه في نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب. فمنى قالت لها بس يا هاجر والله انا بقول لك كل اللي في نفسي، انا خايف البس الحجاب ابقى شاذه قوي في المجتمع، امشي كده الناس تبص لي بصه مش كويسه. قالت لها هاجر، قالت لها حبيبتي ده النبي لما كان في مكه كان هو الوحيد اللي على التوحيد قبل ان يدعو بقى من معه. تمام؟ كان هو واقف كده والدنيا كلها قدامه. هل كان النبي كان شاذ في الكون؟ طبعا لا. ده حتى الكفار قالوا اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجاب. شوف هي دي الغربه يا منى. والنبي عليه الصلاه والسلام قال بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا. ويا سلام لما تكون انت المحجبه الوحيده في المنطقه بتاعتك او اول واحده تلبس الحجاب، ربنا يبارك فيك. فمنى قالت لها خلاص، قال ان شاء الله يا هاجر ان شاء الله خلاص انا اقتنعت، هلبس الحجاب ان شاء الله بس في الشتاء عشان الدنيا حر وكده. قالت لها يا حبيبتي ده المشركين لما او المنافقين عفوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام لما جم عند الجهاد قالوا لا تنفروا في الحر. ربنا رد عليهم قال ليه؟ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. اتعبي شويه يا منى، اتعبي شويه لله عشان ربنا يكرمك. لو تعبت شويه في الحر، تعبت شويه في البرد، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهيعوضك، وانما الاجر على قدر التعب والنصب. ربنا يبارك فيك. قالت طب خلاص انا مقتنعه تماما ولا صيف ولا شتاء الكلام ده كله، هلبس الحجاب بس معلش برضه ايه يعني من باب واما بنعمه ربك فحدث، انا عندي دواليب مليانه هدوم لما دهوا باللبس ده ان شاء الله هلبس حجاب على طول. قالت لها طيب انت عملت زي اخوه يوسف، قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فخططوا للمعصيه وفي نفس الوقت خططوا ايه؟ للتوبه. كانه بيقول انا هعصي ربنا وبعديه يومين هتوب ان شاء الله. طب ليه؟ طب ما نخليها طاعه ونخليها توبه، والانسان لا يدري متى ياتيه الموت بفضل الله سبحانه وتعالى. قالت لها طب يا هاجر. فراحت هاجر بقى قالت لها طب اقول لك حاجه بقى، انا هقول لك كلمه واحده بقى دي الاخيره بقى اللي نختم بها الموضوع كله. قالت لها حبيبتي يسرك لو ما كنتيش محجبه، انا عايزك تتخيلي نفسك وانت محجبه وانت من غير حجاب. لو دخل عليكي ملك الموت وانت اصلا محجبه، مش معنى كده بقول لك قاعده في البيت محجبه، لا بقول اصلا انت محجبه. لو دخل عليكي ملك الموت تتخيلي كده يا منى هينادي عليك بايه؟ يا ايتها النفس الطيبه او الخبيثه لو انت محجبه؟ ان شاء الله الطيبه ان شاء الله بحسن ظن بالله. طب ولو لابسه او لو مش لابسه الحجاب نخش عليك. انا ما بقولش يعني كده عايزا بالله احنا مكفرين بقى المتبرجه واستغفر الله، ما اقصدش هذا. التبرج معصيه كبيره من الكبائر، لكن نسال الله عز وجل ان يتوب على جميع بنات المسلمين. ولو دخل عليك ملك الموت وانت كنت متبرجه يسرك الكلام ده؟ يعني انت تبقى مبسوطه لو دخل عليك ملك الموت قبل ما تتوب وتلبسي حجاب؟ لا طبعا لا. قالت لها طيب تخيلي بقى المنظر بقى وانت داخله القبر وجالك بقى عملك وقال لك انا عملك الصالح، رجل منير الوجه جميل ما شاء الله، جميل المنظر، وشه ابيض وشه بيشع نور، فقال لك انا عملك الصالح، انا حجابك يا منى، انا صلاتك، انا ذكرك لله، انا قرانك اللي انت قراتيه، انا. ولا تحب المنظر الثاني بقى لما يقول لك انا المعصيه اللي انت عملتيها، انا المعصيه اللي وصلتها لقلب الشاب لما فتنتيه، انا تركك للحجاب، انا التبرج، انا السفور، انا تركك للصلاه، انا ترضي الكلام ده؟ طب تخيلي بقى ان انت جيت يوم القيامه وحشرت يوم القيامه، تحب تكوني في ظل عرش الرحمن لو كنت لابسه حجاب ان شاء الله، ولا تحب تفضلي واقفه في ارض المحشر 50,000 سنه لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا اي حاجه، والشمس تدنو فوق الرؤوس ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام والعرق يفيض على قدر الذنوب والاثام؟ تحب انهي فيهم؟ لو لقيت الصحيفه نازله وهتاخدي صحيفتك بيمينك ولا بشمالك، تحب تاخديها باليمين وتبقي نار الجنه، ولا بالشمال وتقولي يا ليتني لم اوت كتابيه؟ والصحيفه تفتحيها تلاقي التبرج وفتنتك للشباب وضياع الصلاة ولا تفتح الحجاب والحياء والذكر لله والقرآن وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وكل الخير ده، تحب أنا فيهم؟ طب وتحب وانت عند الميزان؟ البنت المتبرجة في الدنيا لها وزن ولها قدر، ولما حد بيعوز يشغل حد بيطلب مش عايز غير متبرجة وحسنة المظهر وملفوفة القوام والمحجبة، زي ما الأخت اتصلت قالت مش لاقية بنت مش عارفة تشتغل تساوي لبسها. ملهاش وزن وقدر في الدنيا عند الناس.
إنما عند الله لها قدر عالي جدا. تيجي يوم القيامة المتبرجة ميزانها يخف والمحجبة ميزانها يتقل، ولو الميزان تقل الله أكبر أبشري بقى بالخير كله. تيجي عند الصراط، والصراط كما وصفه أبو سعيد الخدري أدق من الشعر وأحد من السيف. تحب تعدي ولا تسقطي؟ شوف قد ايه. يبقى الحجاب ان شاء الله يقودك الى الجنه بفضل الله سبحانه وتعالى. تيجي عند الجنه والنار، تخش فين؟ نرجو من الله ان انت لو لبست حجاب تكون من اهل الجنه. اللهم يسر لكل اخت تقرر للولادي انها تلبس الحجاب، اللهم اجعلها من اهل الفردوس الاعلى. قولوا امين. جنه او نار يا اخت، ربنا يحفظك ويبارك فيكي. سبحان الله، تلاقي يعني الخير كله لو بقيتي محجبه، وتلاقي عكسه لو كنت متبرجه. ايه رايك يا منى؟ نفسك تبقي سعيده في الدنيا والاخره؟ ربنا بيقول كده: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. حياه طيبه، حياه ما شاء الله. وتيجي يوم القيامه وانت داخله الجنه تسمعي 4 نداءات 4 نداءات من اجمل النداءات. يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تصحوا صحه ما شاء الله فلا تسقموا ابدا، ما فيش امراض، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. اخيرا يا منى، بالله عليكي لو حد عزيز عليكي جاي يزورك عشان يطمن عليكي، هتستقبلي بأنهي لبس؟ اكيد بأحسن لبس، صح؟ ولو جاي لك النبي يتمم على حجابك، هتلبسي ايه؟ بالله عليك مش هتبقي مكسوفه من النبي عليه السلام. وقلت لك الحلقه اللي فاتت، انا قلت لكم بقى الحلقه اللي فاتت، لو انت ماشيه انت وابوكي وقابلتوا النبي عليه السلام، وابوك حضر النبي عليه السلام وقال له يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، قال له مين اللي معاك ديت؟ هيقول له مين؟ مسلمه وبتحبك يا رسول الله. هتقولوا له ايه؟ انا مكسوف ليكي، انا عارف ان انت كمان هتبقى مكسوفه ومش عارف النبي هيقول لك ايه. بصراحه صلى الله عليه وسلم في اللحظه ديت بكت منى، قالت لها خلاص انا لا يمكن اعمل حاجه تغضب ربنا ابدا، انا ان شاء الله والله العظيم من بكره هلبس الحجاب. اقتنعت يا منى؟ قالت لها اقتنعت يا هاجر. يعني خلاص قالت لها خلاص والله. وتوعدوا هما الاثنين ان هاجر تروح تزور منى عشان تاخدها وينزلوا ويشتروا الحجاب لمنى. لكن كانت المفاجاه بقى منى بمجرد ما روحت البيت لقت صديقات السوق مستنيينها. ليه يا حبيبتي تعملي في نفسك كده؟ وايه اللي يخليكي تعملي كده؟ هو انت هتعيشي كم مره في العمر؟ ده هي مره واحده في العمر هتعيشيها، خليكي كده عشان ربنا يكرمك وعشان تسعدي ويجي لك الزوج الحلو والعريس اللقطه فلما جت هاجر تاني يوم دخلت عليها لقيت منى متغيره. مالك يا منى؟ قلت لها والله انا قلت لك امبارح والله هلبس حجاب، وانا فعلا والله صادقه والله هاجر وهلبسه، بس معلش نأجله بس شهر عشان بس اصل وفصل فهاجر طبعا زعلت. قالت لها حبيبتي ما فيش حد ضيع عم النبي عليه السلام الا صحبه السوء، وما فيش حد ضيع عقبه بن ابي معيط الا صحبه السوء، وما فيش حد ضيع اي حد في الدنيا الا صحبه السوء. فانت اختاري، قدامك الجنه وقدامك النار، وانا من جوايا بتمنى لك الجنه وما بتمناش ابدا ان انت تخش النار. فجاه خبط الباب، مين اللي جه؟ صديقات السوء جم. ومين موجوده؟ هاجر موجوده. ففتحت الباب منى، فكسفت لما لقيتهم داخلين، فدخلوا وهاجر رفعت شعار البسمه والرحمه وبكل لين ورحمه وبدات تكلم البنات: تعالوا حبايبي اقعدوا معايا. قعدت تدردش معاهم، تكلمهم عن الجنه والنار والاخره والحساب و لحد ما انفتحت قلوبهم بفضل الله. لما صدقت مع الله، ان تصدق الله يصدق على طول كده، فبدات قلوبهم تنفتح وبداوا يسمعوا كلامها. وفجاه مره واحده منهم قالت لها: بس انت ما تعرفيش احنا عملنا ايه في حياتنا، ده احنا ذنوبنا كتيره جدا، ده احنا ياما سوينا. قالت لها: ولا يهمك، اسمعي كلام ربك سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الكل في